تمريرة حسام تقاء على محمد امين بن حميده تخرج ضربة 6 امتار لفائدة النادي الرياضي البنزرتي. هاي المحاولة الأخيرة، وكان تمريرة كانت من حسام تقاء طويلة على محمد امين بن حميده. 5 انتصارات للترجي من خارج القواعد، كانت على حساب الجي اس كا شبيبة القيروان ب4 بلاش. على المستقبل الرياضي بالمرسى في ملعب الشتيوي 3 بلاش، ضد السي اس اس في ملعب الطيب الميري 2-1 ربح الترجي، و3 بلاش ضد المستقبل السليمان، و3 بلاش ضد الاولمبي البيجي. هذه انتصارات الترجي من خارج القواعد. كره طويله في اتجاه شهاب الجبالي داخل منطقه الجزاء، يمر كسيل ابو عاليه، كسيل ابو عاليه، والهدف الاول. الهدف الاول للترجي، الهدف الاول عن طريق الجزائري الكناري كسيل ابو عاليه، بدقه كبيره حتى الكره على يمين الحارس يوسف مكتوف. 8 اهداف كسيل ابو عاليه، القاب الضاله نتاعو في ابو عاليه. اهداف الترجي تقريبا 70% من اهداف الترجي سجلها كسيل ابو عاليه بعد العمل الكبير في وسط الميدان. هاي الانطلاقه كيفاش كان الهدف. شوف التمريره في اتجاه شهاب الجبالي بذكاء، حضر كسيل ابو عاليه من غير مشاكل حتى الكره على يسار الحارس يوسف مكتوف. 1 بلاش للترجي على يمين الحارس يوسف مكتوف. برشا دقه في الكره هذه من غير فلسفه، حتى الكره على يمين الحارس يوسف مكتوف يعطي بها 1 بلاش كسيل ابو عاليه لفائده الترجي مع بدايه الشوط الثاني. 5 دقائق على الانطلاقه نتاعو، ولا معطى جديد هنا في كنز اكتوبر. الترجي يفتتح باب التسجيل عن طريق الجزائري كسيل ابو عاليه. ارجع الكره من جديد لفائده النادي الرياضي البنزرتي. اي بدايه للترجي مع عبد اللهوي. تلعب الكره بسرعه من مالك الدوكيلي الى محمد امين علالة، العقد التشكيله الاساسيه والعقد لمحور دفاع النادي الرياضي البنزرتي. كره طويله في اتجاه زياد بالريمه في حوار مع محمد امين بن حميده، يقول ما فما حد شيء، يقول ما فما حد شيء. الحكم فرج عبد اللهوي في الكره الاخيره نتاع بن حميده مع زياد بالريمه ملقى على ارضيه الميدان. ترجع الكره خاطئه التمرير لوسيم الشيحي، وسيم الشيحي صوب هدف التعادل. هدف التعادل عن طريق وسيم الشيحي للنادي الرياضي البنزرتي. ملاعبي ملقى على ارضيه الميدان، شاد في زياد بالريمه. الكره ترجع في محور الدفاع، خطأ في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي. استغل الكرة الثانية وسيم الشيحي، خذ الكرة راوغ صوب بكل قوة، يعادل النتيجة، تتغير النتيجة 1-1 هوني في ملعب كنز اكتوبر ببنزرت. بادر بالتسجيل كسيلة، وعدل وسيم الشيحي، عدل وسيم الشيحي للنادي الرياضي البنزرتي. ست فرحة جماهير النادي الرياضي البنزرتي في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. غالطت التسويبه الاخيره الحارس البشير بن سعيد، وامامكم صاحب هدف التعادل وسيم الشيحي. تمكن من تعديل النتيجه في 56 دقيقه هوني. هاي الكره تمريره كانت خاطئه من حمزه الجلاسي، وسيم الشيحي راوغ جلاسي فتح الزاويه، صوب، عملت روبون قدام الحارس البشير بن سعيد تعطي هدف التعادل. ما كانش محظوظ الحارس البشير بن سعيد في الكره الاخيره، وكان محظوظ وسيم الشيحي بهدف التعادل للنادي الرياضي البنزرتي. 1-1 فسخ وعاود في قمه كنز اكتوبر بين الترجي ضيف النادي الرياضي البنزرتي. بادر كسيل ابو عاليه وعدل وسيم الشيحي. كره ترجع من جديد من فلوريان دانو. الترجي يضيف الثاني عن طريق اشرف الجبري. هذا 7 اهداف اشرف الجبري، ولينظروا معها الحكم فرج عبد اللهوي. قلت الكره كانت من اشرف الجبري، تمكن من إضافة ثاني أهداف الترجي الرياضي التونسي. تنشاهدوا الإعادة بالتأكيد. هاي الكرة من هيثم ضو انطلقت، تلعب بالراس ما خذاهاش دياكيتي، ثم أشرف الجبري في المتابعة يتمكن من إضافة ثاني أهداف الترجي. أمامكم أشرف الجبري يسجل الثاني للترجي الرياضي التونسي في الوقت البديل. شوف الكرة ما خذاهاش دياكيتي، لكن خذاها أشرف الجبري. حتى الكرة في كاج النادي الرياضي البنزرتي معلن عن ثاني أهداف الترجي الرياضي التونسي. أشرف الجبري يسجل الثاني للترجي، ويسجل 7 أهداف في بطولة الموسم الحالي.